يا صباح الخير، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. ده تاني فيديو من اختياركم انتوا. طلبتوا مني كتير، مش دول بس، انه اعمل فلوج ليومي. فحبيت ان انا النهارده اخدكم معايا كده رحله سريعه في يومي، خصوصا بعد ما بقيت لايف كوتش. فالنهارده اول يوم ليا. ابدا بقى كده، فادعوا لي. وحبيت ان انا اصور معاكم الفلوج ده. والبدايه مش هنا، انا بس قلت قبل ما ابدا الحق اعمل لكم الانترو. فتعالوا نشوف يومي بدا ازاي. بليز كيب واتشينج. قبل اي حاجه حبيبتي، انتي محتاجه بس تعملي قهوه وتقعدي كده، تجيبي ورقتك وقلمك وتبصي بصه حوالين البيت وتفكري انت ممكن تكوني محتاجه تستعدي للاسبوع ازاي. في ناس بتستعد يوم السبت، في ناس بتستعد يوم الاحد. انا كنت بستعد يوم الاحد. يوم الاحد باخده ريلاكسيشن، اعمل فيه الحاجات اللي انا عايزاها، لان انا شغلي من البيت وجوزي وبنتي بيبقوا مش في البيت، فاللي هو براحتي بقى. جوزي سوري بيبقى في البيت، بس انا مبقاش شغاله يعني. طبعا مش هينفع الكلام ده، لان انا بدات سيشنز، والسيشنز بتاعتي بتبدا من يوم الاحد. ف فمضطره ان انا النهارده يوم السبت ده هو اللي انا اجهز فيه. ف يلا بينا. قهوتنا، اظن شايفين الفوضى اللي حوالينا والحاجات اللي ورانا، فهنعدل دي كده منظر كده قشطه لذيذ. اهو تمام. اسبوع يعني مثلا، خلوني اديكم مثال. انا بالنسبه لي محتاجه ان انا اول حاجه اروق البيت. تاني حاجه ان انا اجهز شغلي بتاع بكره، وده يعني يجي نمبر 1 دلوقتي بصراحه، لان شغل بكره مهم قوي بالنسبه لي. بعد كده انا اصلا نفسي في ايس كريم. انا نفسي في ايس كريم. يلا اصحي عشان خاطري. نعم. باي. بصوا الدنيا مقلوبة قوي ومتأخرة جدا، لأن الساعة 10:30. المفروض دلوقتي أجهز للسيشن، فبسرعة بسرعة كده يلا نجهز للسيشن. بحب دايما ان انا اجهز قبل السيشن، وبتبقى اللحظه دي سعيده قوي بالنسبه لي. عارفين اللي هو نوع الترويق بقى اللي انتي بتحبيه. خصوصا ان انا الفتره دي بدات احط طقوس بجد والتزم بيها، وعملت لكم فيديو عن الموضوع ده قبل كده. بقيت ان انا الصبح بقى ليا كده حاجات معينه بعملها مهما كانت حالتي، صاحيه مش صاحيه، فايقه مش فايقه، بقيت بعملها جدا. زي ان انا دايما اصحى افتح الاذكار، اروق مكتبي، البس حلو وما اقعدش طبعا بالبيجامه. وساعدني على كده ان انا بقيت بعمل سيشنز، فبقيت ببقى كمان مجبره اكتر ان انا البس. فكل الاحاسيس دي بصراحه حاسه ان هي بدات تعدل لي حياتي. فاتمنى ان انتوا كمان تبداوا من النهارده تحطوا طقوس لحياتكم تلتزموا بيها، وتمشوا بيبي ستيبس. تبداوا من المورنينج روتين بتاعكم، تحطوا له طقوس معينه، وتبقى تشالنج بالنسبه لكم لمده اسبوع انكم تلتزموا بيها. ساعتها بجد حياتكم هتتغير، وهتحسوا ان انتوا افضل بكتير، وهتحسوا ان انتوا فيرجن كمان احسن بكتير. ومش محتاجين تبقوا motivated او عندكم passion او اي حاجه. كل اللي انتوا محتاجينه ان انتوا تقرروا تتحدوا نفسكم، وتحطوا حاجات بتعملوها زي الآلة مؤقتا لحد ما ترجع سهله تاني بالنسبه لكم. لو محتاجين ان انا اساعدكم انكم تنظموا حياتكم، او تتعلموا اكتر عن التايم مانجمنت، وتتعلموا اكتر عن ازاي انك انتي اللي تسيطري على حياتك مش هي اللي تسيطر عليكي، تقدروا ان انتوا تحجزوا معايا سيشنز دلوقتي. لينك الحجز موجود في الديسكريبشن بوكس، بس للاسف مش بقدر اخد اكتر من 2 كلاينتس في اليوم. فيا ريت اللي يحجز يكون متاكد من ميعاده، وشكرا.
لسه عندي وقت للسيشن، ف بعرف اكتر عن زوم عشان بجد حاسه صعب قوي عليا حقيقي. اول سيشن خلصت كانت لذيذه قوي قوي بصراحه، وبجد انا مبسوطه قوي لحد دلوقتي. كل السيشنز الناس اللي قابلتها قد ايه بنات جميله عايزه تغير من حياتها وعايزه تتحسن وبعدين بحس ان هم لا، هم فعلا محتاجين التاتش اللي احنا هنعمله مع بعض. ببقى متشجعه قوي لانه بحب الناس اللي دايما رافضه الوضع اللي هو مش عاجبهم. يعني انا بشوف دايما ان الفشل مش انك تفشل في حاجه معينه او ما تعرفش تعمل حاجه معينه، الفشل ان انت تبطل تحاول، لان اصلا احنا رحلتنا كلها طالبه مننا ان احنا نحاول. فبسطت قوي من كل البنات اللي انا حضرت معاهم سيشنز. دلوقتي في سيشن تانية هتبدا، ف هرجع لكم بعدها. السيشنز بتاعت النهارده الحمد لله والساعه 2، فمعايا ساعتين. عندي كذا مشوار مهم، فهحاول ان انا انزل اعملهم بصراحه، لان حاسه قعدتي في البيت يعني دلوقتي خلاص هتبقى مش مفيده قد ما انزل. فعندي مشوار للبنك وكان عندي مشوار تاني لشهاده ميلاد خديجه، مش عارفه هلحقه ولا لا، فهنزل اعمل المشاوير دي وبعدين بقى اشوف. فباي. ندمانه ايه، مش عارفه ايه النشاط اللي جالي ده، ايه اللي نزلني، ناسيه الحر، جو صعب قوي. ندمانه على الشطاره اللي انا طلعت فيها دي، وقررت فجاه اعمل كل مشاويري الصبح. هعيط بقالي ساعتين في البنك، شايفين انا سايحه ازاي، مش قادره. الحمد لله. جبت بقى حاجه اشربها، مش قادره يا جماعه، الجو كان صعب بجد. بعد كده بقى بروق البيت شويه، وعندنا مشاوير بالليل، فمش حاسه ان في حاجه تانية خالص تتصور. كلها بقى بيبقى الفاميلي تايم بقى، نشوف هنعمل ايه، نزهق بعض، نتخانق مع بعض، نلعب مع بعض. وكده يبقى ده كان فلوج يومي النهارده. يا رب يكون لذيذ عليكم، بحبكم قوي قوي قوي. باي. كتير بنكون عاوزين نكتب افكارنا او مشاعرنا، او من الاخر عاوزين نستخدم النوت بوك في اننا نكتب زي ما كل الناس طول الوقت بتنصحنا نكتب عشان نعرف نفسنا اكتر. فبيحصل اللي بيحصل لكل الناس، ان احنا بنجيب الورقه والقلم وبنبقى مش عارفين طب يعني اكتب ايه، يعني اكتب اسرار ولا اتكلم عن ايه ولا ايه. فانا النهارده حبيت ان انا اختار لكم شويه اسئله عشان انتوا تكتبوا السؤال وتبداوا تجاوبوا عليه بالورقه والقلم، فيسهل عليكم موضوع الكتابه اكتر، وتبقي عارفه انتي هتكتبي عن ايه. مش بس كده، هيقربك اكتر من كده حاجات في نفسك ويعرفك على نفسك بشكل اكبر. فيلا بينا نشوف ايه هي الاسئله اللي ممكن تكتبي عنها وتساعدك تعرفي نفسك اكتر. او انا لما بصحى من النوم بكون متحمس قوي لليوم، وايه اول فكره على طول بتيجي في دماغي اول لما بفتح عيني؟ اكتبيها، اكتبي الاجابه على طول. مش بس كده، لو حسيتي ان اجابتك لا مش ببقى متحمس لليوم، اكتبي كمان الافكار اللي بتجيلك تخليكي مش متحمسه لليوم. السؤال ده هيساعدك تعرفي اكتر